فإذا أردنا أن يعود الدين إلى ما كان عليه من الرفعة والعزة والتمكين فعلينا أن ننعشه بالعلم، ليس فقط مثلا في هذا العدد المحصور، بل في الجميع يكون شأنه الاهتمام بالعلم. النساء تسمع والرجال يسمعون والكبار والصغار، وهذا ينشر وهذا يبلغ وهذا يدرس وهذا يدرس، والحمد لله قد تهيأت من وسائل الخير الشيء العظيم. يعني الآن الإذاعات ما من دار حديث إلا وفيه إذاعة، لو كان أهل المحل حريصين على الخير لا فتح كل واحد منهم صوت المذياع وإذا به يسمع تارة قراءة قرآن، وتارة درس في الفقه، تارة درس في الحديث، وتارة قصص، تارة مواعظ. الله أحيانا ندخل البيت وأسمع يعني صوت المذياع أتعجب لو أن كل الناس على هذا الحال. يعود الناس سماع قال الله قال رسوله صلى الله عليه وسلم. والحمد لله هناك دروس مسندة، يعني تجد قال الإمام البخاري بالسند يسرد عدة أحاديث، صح ما يشرح، لكن خير عظيم أن تسمع الأحاديث المسندة. وهناك دروس يعني أحاديث مطلقة، مثلا قراءة باب من رياض الصالحين أو قراءة باب من الترغيب والترهيب. وهناك دروس شروح، فالإنسان يتعود سماع الخير. يا أخوة كم من ناس هداهم الله واستفادوا حين كانت إذاعة القرآن الكريم، ما زالت إلى الآن، لكن كان الناس في ذلك الزمن بعضهم إذاعته في يده، راديو في يده، وفي الليل والنهار يسمع، وبعضها نداء الإسلام. والله هذا إذاعة نداء الإسلام كان ما بيت في البلاد إلا ونحن نسمعها فيه. اللهم إن بيتك عظيم ووجهك كريم وأنت يا الله، يعني كان يجعلون المقاطع بين الدرس والدرس هذا الدعاء، والناس يسمعون. وأما إذاعة القرآن الكريم كان فيها من الخير. نور على الدرب، نور على الدرب خرج في مجلدات، نور صحيح، نور على الدرب على الطريق تجده في التوحيد في العقيدة. لا سيما ابن باز كم قد يعني ضرب فيه بعطن في التوحيد، في التحذير من السحر، التحذير من القباب، من القبور، من الشركيات، من البدع، من الخرافات، وهكذا غيره. الشاهد أن الناس ينبغي لهم أن يهتموا بالعلم، يهتموا بهذه النعمة الآن موجودة. هذه الإذاعات ممنوعة في العالم، إنما نحن يعني فرج الله من فضله، وأولياء الأمور جزاهم الله خير يدعموا علينا، وإحنا نقول لهم جزاكم الله خير. وإلا لو ذهبت تريد تعمل لك تصريح ما أحد يعمل لك تصريح إلا أن يشاء الله. لكن هكذا الحمد لله تبث، الناس يسمعون القرآن، يسمعون الحديث، يسمعون الخطب، يسمعون المواعظ. حتى بعض الأخوة قالوا ليش سكرت المكبرات؟ قلنا اللي داخل المسجد يسمعني، واللي خارج المسجد إذا يريد يشغل المذياع، لأن كان كثير من الأخوة الصوت آذانا، رفع الصوت، خفض الصوت، رأينا نقلق الصوت أحسن. فجاء بعض الأخوة تريد تفتح، قلنا ما نريد نفتح، ونحن استقررنا على هذا الأمر، وفعلا ارتحنا ولم نؤذي أيضا، لأن بعض الجيران الصحيح أن طول اليوم امرأة والد ولا امرأة مريضة ولا شيبة مريضة، يعني شغله، أصحاب الدكاكين مشغولون بالبيع والشراء وأنت في آذانهم. الحمد لله والله أننا في خير، فنسأل الله أن يهدي الناس لطاعته ومرضاته، والله المستعان.